السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوات متنوعة مع مريا. اليوم إخواني أخواتي نقدم لكم هاد لي شوسون اللي كيجيو أكثر من رائعين. نتمنى أخواتي تجربوهم ينالوا إعجاب ديالكم. المهم نمشيو للمقادير. بالنسبة للمقادير عندنا 6 الكؤوس ديال الدقيق الفورس، غادي نضيف عليهم واحد الخمارة من فئة 8 غرام، غادي نضيف عليهم بيضة واحدة كاملة. كيجيو زوينين، غير جربوهم على ضمانتي. هذه عندي ملعقه الخميره، معلقه صغيره ديال السكر، الملح حسب الذوق. بالنسبه للملح ضروري حسب الذوق اخواتي. غادي نضيف تقريبا نص كاس ديال الزيت، وغادي خلطوا مباشره اخواتي بالماء، حيت بحال مع ديك البيضه يقدر يتكون لكم طحين. من الاحسن ما ديروش هذه الخطوه اللي درت انا مباشره، ديروا الزيت ديروا الماء. نتمنى اخواتي يعني الفكره تكون وصلات، يعني باش يجيكم هاد الاخر ماشي بحال اللي كيكون غير الزيت بوحدو ما كيأثرش نهائيا، واخا كتلبسوا بواحد الكاس ديال الحليب. وغادي نكملوا بالماء. بالنسبه للدقيق قلت لكم واخا كيكون بوحدو ما كتلبسيه بالزيت ما كاينش المشكل، ولكن مع بيضه كيختلف الامر. يعني من الاحسن خلطوا مباشره بالماء والحليب مباشره. ضفت هاد الكاس ديال الماء، غادي نخلط وغادي عيني ميزانيه، يعني نشوف شحال غادي يدخل ليا الماء. هاد العجين كيجي ناجح وكيجي زوين، غير جربوه على ضمانتي. صافي غادي نستمر على هاد الشكل هذا. غادي نخلط هاد العجين كيجي زوين، وضمن شهوات رمضان وصافي الانسان كينوع في الطبله ديالو كل نهار حاجه. ضروري من ينوع الانسان ويشكل، وتقريبا بالموجود في الدار، ماشي زعما شي حاجه اللي مكلفه، يعني كلشي كاين. الخضره غادي نديرو غير الخضره خلاص، الحشوه بالخضر. اللي بغى يزيد الكفته ولا لدند يزيد، ما كاينش ماشي مشكل. صافي غادي نضرب شويه ديك العجينه بيدي شويه باش تتماسك، يعني تلم مع بعضياتها. وصافي نخليها تخمر، نغطيها وبلاستيكه ولا منديل ولا المهم باش ما ديرناش هذيك القشره، ونخليها تخمر. ومن تختمر غادي ندوزو للمرحله الاخرى اللي غادي نوجدوا فيها الحشوه. بالنسبه للحشوه عندنا البصله، عندنا واحد خيزويه محكوكه ولا جوج تقريبا، وفلفله. انا درت فلفله وحده حمراء بهذاك الشكل هذا. غادي نضيف الملحه. الحشوه كتبقى اختياريه فقط، هذه حشوه كاقتراح، ولكن ديروا نتوما اللي بغيتو. غادي ندير الابزار، وغادي ندير شويه الكمون والتحميره والزيت اكيد ولا الزبده، يعني اللي متوفر عندكم. سمحوا لي هنايا راه ما درتش تريبي، كنت شاده بيدي شويه، كنت باش نقادو ونحط التوابل شي شويه، جاتني عذباتني شويه. ضفت انا زيت المائده فقط، ماشي زعما زيت الزيتون، غير زيت المائده. غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى تنزل هذيك الحشوه مزيان، داك الفلفله والاخر. غادي نضيف لدند، كفته لدند. انا لدند كنجيبو في الحقيقه وكنطحنو في الهاشوار وكنصغبو كفته، احسن ما تجيبوا ديك الكفته ما تعرفوها شنو فيها. بالنسبه لهنا زربت المقطع، لانني هنا غير كنحط العجين من بعد ما اختمر. شوفوا راه طري بزاف، راني كندير له الاخر الطحين يعني باستعانه بالدقيق ضروري. علاش؟ لان العجين طري بزاف. شوفوا كيلتصق معايا، ولكن انا كندير العجين باش من نجي نقطعهم بالمرشم ديال البيتزا ولا هذاك المرشم ما يبانش راني عذبني، فهمتوا؟ صافي غادي تشوفوا معايا كيفاش كنصيبهم. هي راه لصقات لي شي شويه، ولكن صيبتها هنا لا ما بقاوش كيسقوا لي، حيت كثر شويه الدقيق، لان الدقيق نهائيا ما كيأثرش ملي كتكون العجينه طريه بزاف. انا درت واحد البيضه وهذيك صوص الصوجا. ما بغيتوش ديروا البيضه، ديروا غير التحميره والزيت، ولكن هذيك التحميره خليوها تهبط لتحت وهزوا غير الزويته اللي هي حمراء،
باش ما يبقاش يتحرق معاكم هذيك التحميره كتبقى تحرق، يعني كتعطي هذاك المنظر خايب. من الاحسن ما ديروهاش كاع بهذاك الشكل هذاك، خليو غير الزيت هذاك الكولور الاحمر ديالو اللي كيعطيه هو هذاك اللي ديروا به دهنوا به، كيجي زوين. غادي نفتح معكم واحد الوحيده بعد ما طابوا، جات رائعه. نتمنى اخواتي تجربوها ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي من البارطاج مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. مع السلامه.